السلام عليكم. تصريح تاني للهجاله صوفيا هذيك ما بغاتش تحشم، اقسم بالله سريعه خامجه ما عرفوش عايشه في فرنسا، ما تعرفش تتكلم، ما ترباتش هذه البنت هذه، مش عارف مثل الحيوان، اقسم لكم بالله مثل الحيوان. كم شفتوها المره الاولى في كوديفوار كيفاش خلقت الفتنه؟ انت ماكش تعرفيش تهضري، تعرفيش، ماكيش مربيه، ما عندكش اداب، ما عندكش اخلاق، ما عندكش علم، ما عندكش ثقافه باش تتكلمي. بلعي فمك يا يا عبد ربي، بلعي فمك. فسمعوها الهجاله هذه اللي راهي تحل في فمها وتحل في زكها تتحرك بالجواز الفرنسي. وين تروح دين امك؟ تروحي الا بالجواز الفرنسي وتتحركي الا بالجواز من امك فرنسا. وجايه تحلي فمك وانت كنتي قواده للزيتوت، كنتي لحاسه للزيتوت. والان جايه تلعب بها بالوطنيه وما الوطنيه وغير الكلام الفارغ هذاك. سمعوا شنو الكلام ديالها، كلام خطير يا خوتي. في حق شعب، في حق اخواننا موريتانيين. ما عندنا حتى مشكله معاهم. ما عندنا حتى، بالعكس انا اول مره افرح لانتصار الفريق الموريتاني، لانه اول مره مساكن يطلعوا. علاش وما الغريب اذا ربحونا؟ هذه كرة قدم. من الغباء هذا الناس، هذا مش على مستوى الثقافه ديالهم، وين وصلوا هذا، وين قراو، وين خرجوا دين امهم؟ منين خرجتي يا حماره يا بغله؟ منين؟ نتوما لي موريتانيين ميساج برك لخوتنا الموريتانيين، تاكلوا في الغله وتسبوا في المله، يعني ما لعبتوش كاع بالو، وكي لعبتوا لالجيري وليتوا تعرفوا تلعبوا بالو بصحتكم. واش غنقول لكم؟ سمعت قالت لك تاكلوا المله وتسبوا ما ديتي لهم شي من جيبك، من دين امك حماره؟ واش مديتيو لهم انت؟ باش تقولي لهم تاكلوا الغله وتسبوا المله؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء من الناس. هذا البهيمه هذه. شعب الجزائر المفروض كلكم تكلموا، نوضوا دين امها هذه المراه هذه اللي راهي تشعل في الفتن في كل منطقه. ما نحتاجوكش تدافع علينا، وما نحتاجوكش تناصرينا، وما نحتاجوش تجي معانا. روحي ناصري فرنسا، انتي رافعه الجواز فرنسي وتمشي بيه وتجولي بيه. اذا روحي بعدينا وخطينا، كنتي ديجا في الصف تاع الخونه ودوكا جايه تلعب بيها علينا حنايا. لعنه الله عليك الى الابد يا دين امك. ما منين خرجتي انت؟ سبحان الله. نعتذر لاخواننا الموريتانيين اللي صدر منها من كلام سيء، وقولنا واضح، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الحمد لله ان هذه المرأة تمثل الا نفسها، كلوشارة دين امها في فرنسا، ولعبتها وتتنفخ. وش دين امك انت؟ منين جيتي دين امك؟ منين؟ قولي لي وقتاش بنتي؟ هاي قولي لي وقتاش قاعده تاخذ فيك الحراره والوطنيه هذيك؟ وقتاش بنتي في المواقع التواصل الاجتماعي؟ الا من الحراك لهنايا. هذا وين شفنا دين امك؟ شفنا في قورتك. جايه تلعب بها في البدايه على الدعاوني المهاجرين، وزعمه وتبيني في روحك وكذا لا اكثر ولا اقل. وش عملتي؟ الا الكلام الفارغ. ترباي، تعلمي، روحي تعلمي كيفاش تتكلمي، كيفاه توجهي رسائل، ويكون هذيك الرسائل فيها اخلاق، وايضا تعرفي كيفاش تضربي الاعداء. ماشي الناس اعداء يستغلوا كلامك هذا باش يزيدوا يزرعوه في اللي زرع الفتنه. بكلامك هذا تعطيهم ذريعه باش يستغلوا هذا الكلام ديالك ويخلقوا عداوه بين الشعب الجزائري والشعب الموريتاني. بصحتهم ربحوا. انا فرحت كي ربحوا. انا عندي الموريتانيين اخواني وما نبدلهمش بيهم مع المروك. لو مثلا لعبت فرقه المروك مع اي دوله، ولعبت موريتانيا مع اي دوله اخرى، نروح نسيبورتي موريتانيا وندافع على موريتانيا، وعندنا تاريخ معاهم نظيف.
عكس المخازنيه والعياشه والنظام المخزني هذا اللي عنده تاريخ اسود مع موريتانيا. ايد في حرب موريتانيا مع السنغال، ايد السنغال على موريتانيا باش تعرفوها. وكما تعرفوا القصه انه الحسن تاني طلب من الرئيس الراحل هواري بومدي باش يعطيه قاعده بتندوب باش يهاجم موريتانيا، فاهم؟ ولدوك راكم شايفين انه شعبهم كلهم يتهجموا على موريتانيا، اعلامهم يتهجم على موريتانيا ويسيئون الى الموريتانيين وغيرها وغيرها المعيشه. احنا ما نكونوش مثلهم، فاهم؟ ربحونا كرة قدم، جا الحظ معاهم اللهم بارك، اللهم يطلعوا هما ولا الشمايت واحد اخرين، فاهم؟ بكل صراحه يطلعوا الموريتانيين، وعندنا اخواننا توانسه سيبورتيهم واضحين اللي معانا ملاح ما نكونوا معاهم ملاح، والباقي ما نعطوهم لا قيمه ولا شيء، فاهم؟ ما تجيش انت تجي تتكلمي كلام وقح، كلام سيء ما عندك لا وزن فيه ولا شيء غير حله فمك هكاك، زيدي حلي حتشونك قدام الناس وخلاص يدين امك. التربيه هذه شكون رباك؟ بكل صراحه انا ما فهمتش هذا الانسان اللي رباك هذه التربيه هذه، فاهم؟ التربيه هذه التربيه السيئه هذه. كون جيتي مرأة محترمة تحترمي الناس، تسيئيش للناس. خسرنا معاهم، لعبوا بطبيعة الحال يلعبوا ويحوسوا على الانتصار، كل واحد يبحث على الانتصار. وعلاش تحبي اني انت تربحي؟ غباء هذا اللي ما عندها لا في كرة قدم ولا في السياسة ولا في دين امك. روحي شدي الا كنت تعرفي الطبخي، حتى الطبخ اظن ما تعرفي الطبخي، انت باينة واضحة، انت عريانة، فاهم؟ عريانة تضلي في الزق وفي الشوارع، فاهم؟ دين امك ما عندك حتى اخلاق، فاهم؟ ما اخلاق الجزائريين، ما اخلاق اذا علاش تحبي تنتمي لهذا الشعب انت وتدعي بالوطنيه وخرا ومش عارف، فاهم؟ الان مرة كاين يستغلوا الكلام ديالها ويشيعوا فيه وينشروا فيه، يقول لك ياكلوا الغله ويسبوا المله المورد. منين كلاو الغله هذه؟ واش شفتيهم انت كلاو ولا انت عطيتيهم من جيبك كلاو الغله؟ وين غله؟ واش من غله كلاو يدين امك، فاهم؟ هل انت اللي ساعدتيهم هاد الناس هادو بغل؟ تفكير الحيوانات، مش عارف منين حظيره هذا خرجوا، مش من حظيره تربات هذا الحيوان هذه اللي راكم تشوفوا فيها، فاهم؟ كلام تروحي للكوديفوار عارفي واش تكلمي، تربيه اخلاق، فاهم؟ هذا الحمار يعرفها، هذه الحمار كي يروح لدوله اخرى يعرفوا الكلام اللي ينطق به، فاهم؟ واش يتكلم واش ما يتكلمش. مازالوا رغم ذلك مازال ما تربيتيش. ارجو من الجزائريين يا خوتي قاطعوا هذه المرأة هذه، ما تعطوهاش اهميه، ما تعطوهاش قيمه. هذا الخبث هذا الوسخ هذا ما تعطوهش قيمه، فاهم؟ راهو يخر عليكم في النهايه، راهو يسبب لكم الا المشاكل والكوارث. هذا المراه هذه اللي راكم تشوفوا فيها، فاهم؟ اذا ما تعطوهاش وزن، اعطيتوها وزن اكثر من وزنها، فاهم؟ اعطيتوها قيمه اكثر من قيمتها. على هذيك طلعت وقاعده تتنفخ وقاعده تتمادى في الكلام ديالها، فاهم؟ سبحان الله. واكتفي بهذا القدر كفايه، والشكر والسلام عليكم خوتي. ثانك يو.